السلام عليكم، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في صحه وسعاده. الفيديو اللي غادي نشوف معكم اليوم ولا الطبق اللي غادي نشارك معكم اليوم الكيك رولي اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير والطريقه. تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخير، الاسرار اهم من الوصفه. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنا 5 ديال البيضات بحراره المطبخ، 120 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال السكر حبيبات، خنيشه ديال فاني ولا كيس فاني، وقبيصه ديال الملح. ضفت هنايا البيض يكون بحراره المطبخ، ومن بعد ما تمسحوا المول يعني ما يكونش يعني هذا المول يكون فازك. ضفت السكر، ضفت قبيصه ديال الملح، وضفت الفاني، وغادي نخلط جيدا حتى كيضاعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا. غادي نضرب تقريبا شي 10 ديال الدقائق بحال هكا صافي. من بعد ما كيضاعف الحجم ديالو على 3 كيف ما كتشوفوا صافي. هنايا غادي نضيف الدقيق ولا غادي نخلط الدقيق. غادي نقسم الدقيق على ولا الطحين على 3 ديال الدفوعات، وغادي نبقى تنهبط يعني تنضرب هاد نخلط هاد الدقيق يعني من الفوق لتحت. يعني ما تزربوش في التخلاط. انا راه غير مزربه الفيديو. حاولوا على باش ما تنزلوش هاد يعني العجين باش ما كتنزلش. شفتوا انا هنايا راه تقلت لكم الفيديو باش تشوفوا يعني كيفاش كندير نضرب نخلط الدقيق. راه ما تنضربش يعني بالزربه باش لحقاش راه غادي الا طاحت لكم العجينه راه ما غاديش تطلع لكم يعني العجين ديال جينواز ما غاديش تطلع. هنايا حيدت تقريبا واحد المعلقه ولا 2 معالق ديال من الخليط من العجينه. ضفت ليهم داك الملون ديال البيستاج، الملون الاخضر. وهنايا ضفت الملون الاحمر. هاد الكيك راه غادي تجي فيها واحد المفاجاه، غير تفرجوا مزيان. انا راه بغيت نشارك معكم كلشي، ما بغيتش نحيدها، ما بغيتش نسميتو نحيد من الفيديو. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا هاد الرسوم ولا الرسومات ديال الفريز. غادي نرسم بحال هكا ديك الوريدات. انا تنوريكم كيفاش ديروا ترسموا. صافي بحال هكا غادي نكمل هاد الرسوم بحال هكا، هاد الرسومات بحال هكا. وغادي نضيف الملون الاحمر. راه كيجي بحال الفريز نيشان، عرفتي راه الرسمه راه كتجي بحال الفريز. الا شفتوها تقولوا الفريز نيشان مفرشاه. انا ما بغيتش نحيد يعني نقص من الفيديو ولا نسرب لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش كندير نرسم.
انا تنوري هنايا المبتدئين، ما تبارك الله هذوك اللي تيكونوا تيعرفوا يعني ما عندهم علاش يعني يبقاو يتفرجوا يدوزوا الفيديو ماشي مشكل، ولكن انا تنوريكم غير هذوك المبتدئين اللي ما تيعرفوش يرسموا. صافي بحال هكا، ولكن ما ديروش بحالي انا هنايا راه غلطت ونسيت ما دخلتهاش الكونجيلاتور، راه كبيت سنيريكت كبيت عليها، كبيت العجين بالفوق ودخلتها للفران وخليت حتى داك البابيل ديال اللي انا رسمت عليه راه نسيتو في سميتو في اللاطه. نتوما ما ديروش بحالي، انا كنت مزروبه وداكشي علاش يعني زربت ما عرفتش نسيت دخلت داك وكبيت. راه خاصكم ضروري تدخلوا، انا درت هنايا، انا راه بغيت نشارك معكم يعني. راه تيوقعوا الاغلاط، ما تقولوش زعما راه ما تيوقعوش الاغلاط، راه تيوقعوا الاغلاط، وكان يعني ماشي مشكل. انا بغيت نشارك معكم هاد وغادي نوريكم كيفاش جات، ولكن جات زوينه يعني، ما جاتش الرسمه جات مقاده لحقاش دلع داك الملون يعني يعني مشى مع العجين يعني، ما كانش خاصو تكون شويه جامده، ماشي جامده بزاف، المهم يكون شويه شاد في راسو باش مني تتكبي عليه ديك هاد العجين كيبقى شاد في راسو، ماشي يدلع يعني كيسيح. انتما غادي تشوفوا. هنا عندي الشوكولاط الابيض من تكون من نوعيه جيده، ضفت ليها كاس ديال العنبه ديال الكريمه ديال الخفق، تكون مسوسه ما تكونش حلوه وما يكونش فيها حتى شي نكهه. صافي تنخلط حتى كيذوب السكر، حتى كيذوب عفوا حتى كيذوب الشوكولاط، وكنضيف الكميه اللي بقات ليا ديال الكريمه. تكون بارده الكريمه، تكون بارده. وكنضيف هنايا فيلادلفيا، يعني علبه ديال فيلادلفيا يكون فيها 200 غرام. وتنبقى نخلط بحال هكا. انا هنايا راه ما غادي نستعمل لا خلاط كهربائي لا حتى شي حاجه، راه غادي نخلط غير بيديا بحال هكا بالفوي. واخا غادي يحتاج شويه ديال الوقت ولكن ماشي مشكل، راه هو راه غادي ترجع تولي كريميه كما كتشوفوا. صافي تنخلط بحال هكا، تنغطيها ونخليها على جنب، ما تدخلوهاش للثلاجه. وكندوزو للكريمه او العجين جينواز كيف ما كتشوفوا. العجين جينواز اللي خلاني زعما تنضحك غير بوحدي، يعني داك سميتو الرسمات دلعو يعني ولات يعني ما جاش كيف ما كنت انا باغيه، وبغيت نشاركها معكم هكا، ما بغيتش نحيد منها نقص منها شي حاجه ولا ما يعني ولا ما نزلش الفيديو، حيت حتى هكا جات زوينه، جا واحد المنظر غزيول. واخا هو ما جاش الرسم زوين ولكن المهم جات زوينه كيف ما كتشوفوا. المهم الا بغيتو نتوما تصايبوه راه ضروري خصكم تدخلوه للثلاجه. انا راه نسيتو ما دخلتوش للفريكو، ضروري تدخلوه يجمد غير واحد شويه تنشف العجينه غير واحد شويه باش ملي تتكبي عليها العجينه السائله دغيا ما كتطلعش العجينه اللي تتكون لتحت وكتجي عاديه كيف ما كتشوفوا، كتجي زوينه. المهم الى هنا كينتهي الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تدعموني باللايكات وتبارطاجيو الا عجبكم الفيديو واخا هو يعني جا المهم هي راه جات زوينه صراحه الله. وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.